أهلا بكم يا شباب. أتمنى تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هوريكم بالخطوات إزاي تضيفوا أسماء أو جهات اتصال لساعتكم السمارت باستخدام تطبيق تشاور واي فاي على الآيفون. في الأول لازم ساعة تكون مربوطة بالموبايل، ولو عندكم مشكلة في الربط أتأكدوا إن البلوتوث شغال. نصيحة مهمة: لو جربتوا تربطوا الساعة قبل كده، ادخلوا على إعدادات البلوتوث في الآيفون ودروا على اسم الساعة واختاروا Forget this device. إلغاء حفظ الجهاز. الخطوة دي مهمة لأن ساعات الساعة مش بتظهر في التطبيق بسبب إنها متسيفة في بلوتوث الموبل، فلازم نمسحها الأول. دلوقتي نفتح التطبيق، ولو دي أول مرة هيظهر لكم أذونات وشروط استخدام لازم توافقوا عليها. هنروح لخانة يو أنا ونختار Connect device. بعد ما نوصل الساعة هيظهر لكم رسالتين بخصوص البلوتوث والإشعارات، لازم تدوسوا موافقة إلى على الاثنين. بعد كده من القائمة اختاروا Device Settings إعدادات الجهاز، وبعدين Contacts جهات الاتصال. هندوس على العلامة اللي فوق على اليمين، وعندكم طريقتين: الأولى إنكم تكتبوا الاسم والرقم يدويا، والثانية إنكم تعملوا Import وتختاروا الأسماء من الموبل على الطل. بعد ما تخلصوا دوسوا على علامة Sync المزامنة، اللي هي عبارة عن سهمين بالفوق عشان الأسماء تظهر على الساعة. ولو عايزين تمسحوا اسم دوسوا على علامة الإضافة واختاروا Delete. لو الفيديو فادكم متنسوش تشتركوا في القناة وتسيبوا كومنت. سلام ونشوفكم الفيديو الجاي.